المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين، نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يلتقي الرئيس سلفا كير ميارديت. افتتاح منتدى حوار العدالة والتنمية والجغرافيا السياسية في القرن الأفريقي. عمليات جراحة العيون ل88 مواطنا في مديرية الصنعفة. مقتل 81 شخصا في نيجيريا بهجوم يشتبه أن بوكو حرام نفذته. وصول السيسي لأنقرة وأردوغان في الاستقبال. ودبلوماسي أمريكي لا يستبعد إنتاجا مشتركا للأسلحة مع تايوان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي في العاصمة الصينية بكين اليوم 4 سبتمبر. التقى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت. وأشار الرئيس سلفا كير ميارديت في تصريح لمبعوث وزارة الإعلام إلى العلاقة المبدئية التاريخية المتجذرة للرئيس السياس والشعب الإريتري مع بلاده التي بدأت منذ فترة الكفاح المسلح، وقدم شكره. افتتح اليوم 4 سبتمبر بفندق أسمرة بالاس منتدى حوار العدالة والتنمية والجغرافيا السياسية في منطقة القرن الأفريقي الذي تنظمه وزارة العدل بمشاركة خبراء من الداخل والخارج. وقالت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في مناسبة الافتتاح إن نظام العدالة القائم على القيم هو أحد المكونات غير المادية للتنمية، موضحة بأن منطقة القرن الأفريقي أصبحت لبعض الوقت رهينة للجغرافيا السياسية المعيقة لكل جوانب التقدم التنموي، وأن تكون فهم مشترك يمكن من التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص التي يتيحها لإنجاح برامج التنمية. وستقدم في المنتدى الحواري الذي يستمر اليومين حتى 6 من الشهر الجاري، ستقدم أوراق عمل لتحول إريتريا من الضحية إلى الفاعل الرئيسي في الجغرافيا السياسية في القرن الأفريقي والفجوة الكبيرة في العلاقات الدولية وتأثيرها على منطقتنا والديناميكيات التاريخية والجيوسياسية في القرن الأفريقي وما بعده حول الأرض والقوانين العرفية والتنموية في إفريقيا واستقلال مفهوم تطوير الاتحاد الأفريقي وإعادة تقييم عمليات للاتحاد في إفريقيا وبناء فهم مشترك بشأن الطاقة المشتركة من أجل التنمية وتقييم التكامل والقيم للتجربة الأفريقية، من الإضافة إلى تطوير وتنسيق القدرات التنموية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وكذا حوض النيل ومفاهيم التنمية في إفريقيا والتجارب الإريترية. يشارك في المنتدى خبراء من القانون والمجالات ذات الصلة وشركاء العمل ذوي العلاقة المرتبطة بالحوار من إريتريا والسنغال وإثيوبيا وإيطاليا ولبنان وبلجيكا وفرنسا ونيكاراغوا. أجريت عمليات جراحية للعيون من 24 وحتى 29 من أغسطس المنصرم ل88 مواطنا من الضواحي المختلفة التابعة لمديرية الصنعفية ضمن الجهود التي يبذلها مكتب وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي ومستشفى الصنعفية للحد من العمى. وأفاد المدير الطبي لمستشفى الصنعفية الدكتور أتاخلتي حاغوس بأنه قد تم إجراء فحوصات العيون ل600 مواطن، وتلقى 77 منهم عمليات جراحية لزرقة العيون، كما تلقى 11 منهم عمليات جراحية للقرنية. وأوضح الدكتور أتاخلتي أن زرقة العين تظهر مع تقدم العمر، وكان المواطنون الذين يحتاجون لهذه العمليات يضطرون لصرف مبالغ كبيرة سابقا للتوجه إلى المستشفيات. وقد حلت مبادرة مكتب الصحة في الإقليم الجنوبي المشكلة. وذكر مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية السيد أثير الأزار بدوره أن إجراء العمليات الجراحية المجانية بأطباء ومهنيين صحيين من خارج الكليات المحلية يعتبر امتياز كبير، مشيرا إلى إجراء عمليات مماثلة ل135 مواطنا العام الماضي. وشرح إخصائي جراحة العيون بالإقليم الجنوبي الدكتور مكونن أبرهالي بدوره حالة زرقة العين
والحساسية من أكثر الظواهر في الإقليم وأخطر الحالات التي تسبب العمى، لذا يسعى مكتب وزارة الصحة بالإقليم إلى توسيع مدى خدماته بالقيام بفحوصات العيون في القرى البعيدة مستقبلا، مما يرفع ذلك من الوعي الصحي ويوسع مدى تلقي الخدمات ومتابعة الصحة العامة للمواطنين. وأوصى الدكتور مكنن في الختام الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في العين لتلقي العلاجات المناسبة، مذكرا أن مشاكل زرقة العين والحساسية والتراكوما من أبسط المشاكل الصحية للعين لإمكانية علاجها، وتسبب العمى الكامل في حال التأخر في علاجها. أعلن قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هيلي براخي تغريم حوالي 50,000 مركبة بأكثر من 11 مليون نقفة خلال الأشهر الستة الماضية في الإقليم، وأشار إلى أن معظم المركبات التي تم فرض غرامات عليها هي مركبات ملاكي من الفئة 1 والتي تم ضبطها بشكل متكرر في أنشطة غير مرخصة، مضيفا أن المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 2.5% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023. وحول الحوادث وعواقبها قال الرائد هيلم إن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 282 بجروح بالغة وطفيفة، كما تسببت بأضرار في الممتلكات بقيمة 7.6 مليون نقفة في 1215 حادث مروري في النصف الأول من هذا العام. وذكر بأن غالبية حوادث الطرق في النصف الأول من العام 2024 كان سببها سائقون تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 50 عاما. ودعا السائقين والملاك على التأكد من صحة مركباتهم وإعطاء الأولوية للحياة، وعلى أصحاب الورش الامتناع عن أنشطة الإصلاح غير القانونية، مناديا أصحاب سيارات الملاكي والأجرة للعمل في الأنشطة المرخصة فقط. دعا مكتب الصحة في إقليم القشبركة إلى المساهمة الفعالة للمجتمع للدفع بالجهود المبذولة للسيطرة على مرض الملاريا والتخفيف من المشاكل الصحية والاجتماعية الناجمة عنه. وأوضح مسؤول مراقبة مرض الملاريا في المكتب السيد إبراهيم يعقوب أن تفشي المرض وصل إلى مستوى السيطرة بحلول عام 2019، وذلك بفضل المبادرات المنسقة التي اتخذتها المؤسسات الصحية والإدارات والشركاء الآخرين، لافتاً إلى أن الإهمال الذي ظهر في وسائل المكافحة أدى لازدياد الإصابة بالمرض. وأشار إلى اتخاذ المبادرات لخفض المرض بنسبة 80% بناء على الخطة الاستراتيجية الخمسية من عام 2019، وذكر بأن البرامج يتم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات وشركاء العمل الآخرين للسيطرة على معدل الإصابة المرتفع هذا الخريف، وذلك بعلاج المرضى ورش المبيدات الحشرية وتوزيع الناموسيات والنظافة البيئية. أوضح المدير المؤقت لمديرية فورتساوا السيد أرجاي مبرهتو أن إدارة المديرية تعمل على تعزيز المشاركة الواسعة للمواطنين في الأنشطة التنموية للاستفادة من النتائج البيئية والمعيشية، خاصة مع تركيز الأنشطة على المرافق الخدمية والأعمال المؤثرة على اقتصاد المجتمع. وأضاف أن ما يقلل من نسبة استفادة المواطنين من الخدمات الاجتماعية المتوفرة هو تناثر القرى، وعلى هذا تعمل المديرية بجدية على دراسة تجميع القرى في أماكن ممركزة لتلقي الخدمات الاجتماعية، موصيا المزارعين لمتابعة مزارعهم حتى حصاد المحصول. وقدم مسؤول أقسام إدارة المديرية توضيحات حول البرامج التي تنفذ في المديرية بالإضافة إلى الخطوات العملية وكيفية تحسين الخدمات بالمديرية. مشاهدينا،
كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، كشفت مصادر رسمية عن مقتل 81 شخصا على الأقل في نيجيريا بهجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من بوكو حرام. وكان مسؤول عسكري قد أعلن إن ما لا يقل عن 37 شخصا قتلوا عندما شن مسلحون يشتبه في صلتهم بجماعة بوكو حرام المتشددة هجوما على قرية في شمال شرق نيجيريا على متن دراجات نارية، حيث فتحوا النار على سوق وأضرموا النار في متاجر ومنازل حسب وكالة رويترز للأنباء. وقال السكان إن عدد القتلى ربما يكون أعلى من ذلك، إذ لا يزال عدد من سكان القرية في أعداد المفقودين، ويعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد أن طاردهم المسلحون في الأدغال. ووقع الهجوم في ولاية يوبي، وهي إحدى 3 ولايات تشهد تمردا منذ 15 عاما أدى لمقتل آلاف النيجيريين ونزوح ما يربو على 2 شخص. وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه الرئاسة، وذلك بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استقبال الرئيس المصري لدى وصوله إلى المطار. ويعقد خلال الزيارة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة رئيسي البلدين، والذي أعيد تشكيله وفقا للإعلان المشترك الموقع خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى القاهرة في 14 من فبراير 2024. وسيتم خلال اجتماع المجلس مراجعة جميع جوانب العلاقات التركية المصرية ومناقشة الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين. كما سيتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات متعددة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. قال المدير المعين حديثا للمعهد الأمريكي في تايوان والسفير الفعلي للولايات المتحدة إن تايوان لن تكون هدف الصين الوحيد لتغير الوضع الراهن الإقليمي، مضيفا أن الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة من شأنه أن يعزز العلاقات عبر المضيق. وقال ريموند جرين إنه لا يستبعد احتمال إنتاج إمدادات أسلحة مشتركة مع تايوان. والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية مع الجزيرة. وذكر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في تايبيه متحدثا إلى الصحفيين في تايبيه أن الولايات المتحدة تعمل مع تايوان لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في التعامل مع الكوارث وحالات الطوارئ، مضيفا أنه سيناقش قضايا تشمل الطاقة والأمن السيبراني مع تايبيه خلال حوار اقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري. وتعهدت بكين بوضع تايوان تحت سيطرتها يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر. أكدت رئيسة الوكالة الأممية المعينة بالطقس والمناخ أن ارتفاع درجات الحرارة يجب أن يؤدي إلى إطلاق تنبيه أحمر على مستوى العالم، بعد ما حطمت مؤشرات الحرارة العالمية جميع الأرقام القياسية في أغسطس. وأظهرت بيانات أولية من مرصد كبرنيكوس الأوروبي المتخصص في دراسات تغير المناخ اطلعت عليها فرانس بريس بأن معدلات درجات الحرارة بلغت مستويات قاسية في أغسطس للعام الثاني على التوالي. وشهدت أستراليا واليابان وأجزاء من الصين والنرويج شهر أغسطس الأكثر حرا منذ بدء تسجيل البيانات بحسب هيئات أرصاد جوية. يأتي المنتدى بعد أيام على إصدار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقييمها الأخير لتداعيات تغير المناخ في آسيا والهادئ، محذرة من أن ارتفاع منسوب البحار في العديد من المناطق بات أعلى من المعدل.
ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. الرئيس سياس أفورقي يلتقي الرئيس سلفا كير ميارديت. افتتاح منتدى حوار العدالة والتنمية والجغرافيا السياسية في القرن الأفريقي. عمليات جراحة العيون ل88 مواطنا في مديرية صنعاء. مقتل 81 شخصا في نيجيريا بهجوم يشتبه أن بوكو حرام نفذته. وصول السيسي إلى أنقرة وأردوغان في الاستقبال. ودبلوماسي أمريكي لا يستبعد إنتاجا مشتركا للأسلحة مع تايوان. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.